السلام عليكم حبايبي واخواتي، وحشتوني. جبت لكم بقى اجمل واطعم بيتزا، هنسميها بيتزا جميله وخفيفه، والمقادير بتاعتها اقتصاديه جدا، والحشو كمان اقتصادي جدا. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه كده انا جبت يعني كميه البطاطس دي بتاعتكم. انا جبت 3 بطاطسات كبار كده، سلقتهم كويس جدا وهرستهم بالشكل ده. طبعا هتهرسوها بالشوكة بالمضرب زي كده، بهرسة البطاطس زي ما انتوا عايزين. انا عملتها بالشوكة، بحس ان بالمضرب بحس انها بتتهرس بسرعة كده معايا وبتديني نتيجة حلوة. نعمتها كويس جدا طبعا وهي سخنة، وسبتها على جنب. وبعدين جبت هنا كوبايتين من الدقيق، وجبت بصوا نص معلقة كده من البيكنج باودر، او معلقة كبيرة من الصغير، معلقة مليانة من الصغير. طبعا على حسب كمية الدقيق ضعفوا الكمية. وجبت نص معلقة من الخميرة، نص معلقة من البيكنج باودر ونص معلقة من الخميرة على كوبايتين من الدقيق، على شوية ملح صغيرين كده ما بين صوابعنا. وهقلب بقى كل المواد الجافة دي كويس جدا كده مع بعض. طبعا الدقيق انا نخلاه، ولو لقيت فيه اي شوائب او اي تكتلات بشيلها على طول. بقلب كويس المواد الجافة كلها مع بعض. عجينة اقتصادية جدا، ما بتاخدش ولا وقت ولا بتاخد مجهود ولا اي حاجة. انا جبت هنا بقى معلقة كوباية من المية الدافية، حطيت نصها، وكمان حطيت نص كوباية من اللبن، نص كوباية من المية الدافية وعليها نص كوباية من اللبن. وهبدأ بقى اقلب الخليط كويس جدا كده، وهبدأ بقى اعجن العجين بتاعي كله والمه. بصوا اقتصادية ازاي. وطبعا كمية اللبن والمية دي بتاعتكم انتوا بقى، زي ما انتوا حابين وزي ما انتوا عايزين. انا هنا حسيت انها محتاجة كمان، حطيت كمان نص كوباية من اللبن. كده انا حطيت كوباية من الحليب او كوباية من اللبن. طبعا الكمية المية بنحددها على حسب الدقيق بتاعنا، وعلى حسب ما العجينة معانا بتلم. بصوا انا بلم العجينة بتاعتي كويس جدا كده، وبعدين هبدأ بقى اعجنها بايدي، الم كل العجين عشان تبقى العجينة حلوة معايا كده وملمومة ومخدومة كويس. اهم حاجة نخدم العجينة كويس عشان تتفرد معانا بكل سهولة. عجينة اقتصادية جدا جدا، وطعمها هشة وجميلة كده، وطريقة حلوة قوي، هتعجبكم. جربوها وهتعجبكم قوي. هي لازم، بصوا انا حبيت اوريكم الخطوة دي، لازم تعمل كده، لازم تبقى بتلزق في الايد كده. هي بدل بتلزق في الايد كده بعد ما لميناها كويس مع المكونات بتاعتها، خلاص هي كده ناجحة جدا. هعمل ايه بقى؟ هجيب سمنة على زيت. انا جبت نص معلقة من السمنة على نص كوباية، ونص كوباية الزيت اللي عليها معلقة من السمنة او من الزبدة، على حسب ما انتوا عايزين. بتبقى كده تحس انها باظت بقى العجينة وساحت معانا، لا لا، بس اعجنوها كويس كده ولموها. بصوا بتتلم بكل سهولة، بتبقى ناعمة جدا جدا زي ما انتوا شايفينها كده. انا خلاص عجنتها كويس جدا ولمتها. ولو حسيت انها سايحة معاكم قوي ما فيش اي مشكلة، نقدر نحط لها شوية دقيق، معلقتين دقيق بس، وهتلم معانا. وسبتها بقى تخمر، غطيتها كده بالفوطة وسبتها كده، هسيبها لحد ما يتضاعف حجمها او تخمر كويس، نص ساعة كده. انا جبت البطاطس بتاعتي وعليها كده بصلاية صغيرة مقطعاها كده قطع صغيرة خالص، وجبت معلقتين من اللحمة بس. بصوا اقتصادية وجميلة ازاي، معلقتين من اللحمة دوم يا سلام، هيخلوا الحشو بتاعي اكني حشياها كلها لحمة. جبت معلقة بقى من الفلفل الاسمر، وهجيب معلقة من السبع بهارات. هنا حطيت نص مكعب ماجي، نص بس، انا بوريه لكم نص بس، مش عايزة اكتر من كده. النص ده بيديها طعم حلو كده وبيخليها جميلة. وهحط السبع بهارات وهحط شوية ملح بس كده. بس خلوا بالكم بس ان انتوا بتحطوا الملح ان انتوا حاطين مكعب مرقة او مكعب ماجي، علشان ما يبقاش معانا حادق، ما ننساش ونحط الملح كله ويبقى الحشو بتاعنا حادق. وحطيت معلقه طبعا من السبع بهارات زي ما قلت لكم. بس كده هقلب بقى كل المكونات دي كويس جدا. انا عايزه البطاطس واللحمه يتقلبوا مع بعض وما يبانوش من بعض، كله كده يتغلف مع بعض. عايزه اللحمه تعمل عرق مع البطاطس، تبان انها كلها لحمه زي ما انتوا شفتوها كده. بصوا في الطبق اكنها كلها لحمه. هركنها بقى كده على جنب. والعجينه بتاعتي ما شاء الله خمرت كده وبقت جميله. احط بس شويه دقيق كده على الرخامه بعد ما نضفت الرخامه كويس، وهبدا بقى افرد العجينه بتاعتي.
العجينة الجو ساقعة فلازم نحطها كده تتدفى كويس. انا سخنت الفرن وغطيتها وطفيت الفرن بعد ما سخن، وقمت حاطه الطبق بتاعي وخليتها يعني تخمر كده. اول ما تضاعف حجمها وخمرت على طول بدأت اعجن فيها. بفردها بقى بالشكل ده. انا عايزه افردها، لو العجينه كبيره على رخامه ممكن تقطعوها نصين يعني براحتكم. بصوا بتتعجن بكل سهوله، هي ناعمه جدا. انا بقى بفضل اجيبها شمال ويمين عشان ما تلزقش مني، لان هشكلها الاول وبعدين هشيلها. بس انا عجنتها بقى بالشكل ده، فردتها بالشكل ده. انا سويتها بقى وحطيت طبق، وهبدأ بقى اشكل الطبق بتاعي كده زي بقى ما انتوا شايفين كده. هبدأ اقطع. حطيت طبق على قد العجينة وحطيته كده، خليته يعمل لي حز كده، يعني خليت اتكيت على الطبق عمل لي حز في العجينة. وجبت القطاعة بتاعتي، اي قطاعة بقى انتوا حابين. انا حبيت اقطع بالقطاعة دي عشان تعمل لي شكل بسيط كده. وبدأت بقى زي ما انتوا شايفين كده اقطع من حوالين الطبق كله. انا عايزة الطبق بتاعي يعمل لي حز، عشان الحز ده هو اللي انا هحتاجه علشان لما اجي احط اللحمه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الحز ده هو ده المطلوب. همسك بقى الخليط بتاعي دوت او الحشو بتاعي ده، هبدأ احطه بقى على الخط بتاع الطبق. جميلة جدا وهتعجبكم، شكلها كده يفتح النفس. والبطاطس يعني مزودة كمية اللحمة خالص، ولما تيجي بقى تاكلوها هتعجبكم قوي، وهتحسوا ان انتوا بتاكلوا لحمة ما بتاكلوش بطاطس، يعني هتحسوا بطعم بطاطس بسيط خالص. ابدأ بقى احط اللحمة بالشكل ده. مش عايزة انيمها، انا عايزة اوقف اللحمة كده علشان تديني الشكل الحلو اللي انتوا شفتوه. جميلة خالص واقتصادية جدا وما بتاخدش وقت، يعني كل حاجة ما خدتش وقت معانا. اللحمة طبعا مش بنعصجها فما بتاخدش وقت معانا. كل اللي خد معانا وقت شوية عجننا العجين وسلقنا البطاطس بس كده. وطبعا الكمية زي ما انتوا حابين، هتعملوا 2 هتعملوا 3 زي ما انتوا حابين. انا الكميه اللي معايا كوبايتين الدقيق عمل لي فطيرتين من دي، عمل لي 2 من الفطيره الحلوه دي او من البيتزا دي، يعني زي ما تسموها يعني. هي ده بقى طريقه اللف بتاعها، واحده شمال واحده يمين. افضل اعملها كده، واحده شمال وواحده يمين. انا هنا بوريكم ان أنا لو في، بصوا يعني في الحرف بتاعها اتنفخ كده وحسيت ان هو هيبقى كبير قصيته. العجينه يعني العبوا فيها بقى زي ما انتوا عايزين وشكلوها زي ما انتوا عايزين. انا بقى اعملها كده واحده شمال واحده يمين. هفضل اعمل كل العجينه كلها كده بالشكل ده لحد ما اخلص كل العجينه بتاعتي. ولو لقيت زي تحت ايدي كده الحته اللي انا ماسكاها دي حسيت انها ملهاش لازمه بشيلها، مفيش اي مشكله. المهم زي ما انتوا هتشوفوها كده تظبطوها، يعني واحده شمال وواحده يمين لحد ما تخلصوا بقيه الكميه. وهي يعني بادئه جميله، بدات تبان وشكلها الحلو الجميل بدأ يبان بس كده. بصوا شكلها الجميل. وخلي بالكم بقى وانتوا بتشيلوها كده عشان هي ما شاء الله ناعمة جدا. بصوا بقى الجمال والطعامة. حاولوا بقى تفتحوها بايديكم كده وتسووها بايديكم علشان تتفتح شوية، يعني انا مش عايزاها تبقى صغيرة قوي كده، فبحاول افتحها واعدلها بايدي كده بس كده. لسه بقى هندهن الوش بتاعها. طبعا انا دلوقتي مشغله الفرن على نار عاليه عشان يسخن معايا، واول ما احطها هبدا اوطي. انا جبت معلقه من السمنه او الزبده وعليهم معلقتين من اللبن، وهبدا بقى ادهن الوش بتاعي كله عشان يديني كده لون جميل. حبايبي واخواتي ما تنسونيش في الاشتراك في القناه، حاجه بتفرحني وبتسعدني، واللايك والشير عشان يوصل لكل حبايبنا واصحابنا، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. هبدا بقى ادهن كل الفطيره بتاعتي بالشكل ده. طعمها حلو جدا والعجينة هشة، عجينة اقتصادية جدا والحشو اقتصادي وجميلة وهشة. وكمان نقدر نعملها من غير بطاطس، لحمة بس لو حابين، وكمان ممكن نعملها ببطاطس بس وجبنة موتزاريلا كده، وهتبقى جميلة جدا. يعني البطاطس والجبنة هيدوها برضو طعم حلو قوي. انا حطيتها في الفرن خدت نص لون كده زي ما انتوا شايفين، يا دوبك لونها بس بقى اصفر كده. وطلعتها وحطيت معلقة صلصة عليها، شوية من الفلفل الأسمر وشوية من الملح بسيطة عشان تبقى جميلة كده ومملحة. قمت حطاها في النص عشان طبعا النص بتاعنا فاضي، وهحط بقى على النص دوت كده جبنة موتزاريلا عشان لما نيجي ناكلها ما تبقاش دي فاضية، ما تديناش طعم حلو، تدينا بقى طعم حلو كده وشكل كمان جميل. وهاجي هنا بقى هعمل على شكل تجميلي، يعني
هحط كده في زي فروع ورد كده، يعني هحط من فوق كده شوية جبنة في الحروف بتاعتها، يعني اسيب فتحة واحط على الفتحة اللي بعدها، اسيب فتحة واحط على الفتحة اللي بعدها، يعني تدي شكل حلو. طبعا لو مش حابين الخطوة دي مفيش مشكلة، استبعدوها خالص وحطوا بس في النص. طبعا حطوا بقى في النص اي حاجة انتوا حابين، عايزين تحطوا جبنة مع الصلصة ماشي، عايزين تحطوا زيتون، عايزين تحطوا لحمة مفرومة، عايزين تحطوا اي حاجة في الحشو في النص، دي حاجة بتاعتكم انتوا، انا بس بديكوا الفكرة وانتوا اللي حابينه طبعا هتعملوه. وحطيتها بقى في الفرن تاني وطلعت بالشكل ده، جميله وشهيه وهتعجبكم جدا. وكمان العجينه ناعمه جدا وطريه وحلوه، يعني مش قادره اقول لكم قد ايه هي هشه. بصوا انا هنا شلتها وهي سخنه، يعني انتوا حاولوا تسيبوها لما تبرد خالص.